السلام عليكم دفعة تانية ثانوي. النهاردة هنتكلم على تاني درس معانا، وإن احنا ازاي بقى ان هو نفسر الكوفالنت بوند. يعني المرة اللي فاتت كنا عرفنا ايه الكوفالنت بوند دي، وعرفنا في منها تلات أنواع اللي هي البيور، وفي عندك النون بولر، وفي عندك البولر. لو حد لسه مفتحهاش يفتحها وبعد كده يبقى يجي يكمل الدرس يعني. طيب بعد كده هنا نبدأ نتكلم بقى على ازاي بقى فسرنا الكوفالنت بوند دي حصلت ازاي. فقال لك في تلات نظريات فسرت الموضوع ده. أو تاني درس معاك في نظريتين. أول نظرية هناخدها النهاردة هي الأوكتت رول، أو بالعربي اللي هي الثمانيات. طيب مين عملها؟ لويس وكوسل. طيب بتتكلم عن ايه الثيوري دي؟ قالك بص، الفكرة كلها في ايه؟ بيقول لك ان اي element ايا كان ايه هو، ما عدا اربع elements هنتكلم عليهم. اي element عشان يبقى stable بيحاول يوصل للاوكتت configuration. يعني ايه الاوكتت configuration؟ يعني يحاول يوصل ان هو يبقى فيه حوالين الاتوم بتاعته 8 الكترونات. جميل، بيقول لك ان هو لو وصل حوالين الاتوم بتاعته 8 الكترونات كده هو بقى ستيبل. طيب ما عدا مين يا مستر؟ ما عدا الهيدروجين والهيليوم والليثيوم والبريليوم، اللي هم اول اربع اليمنتس في الجدول الدوري. هيدروجين وهيليوم وليثيوم وبريليوم، دول ما بيوصلوش ل 8، اما الباقي فيوصل ل 8. طيب عايزين نشوف مثال على ده عشان نفهم اكتر. بيقول لك عندك ايه؟ formation of M2. ماشي، هي N تريبل بوند بوند دي في ال N2 موليكيول. طيب بالنسبة للأوكتت رول همشيها ازاي؟ قال لك أول حاجة وزع النيتروجين، فالنيتروجين هتلاقي ايه؟ 1s2 2s2 2p3. جميل، معنى كده ان هو في كام فالنس الكترون؟ معنى كده الفالنس الكترون بتوعه هيبقوا خمسة. ليه خمسة؟ انت عندك ال 2s وال 2p، زي ما اتفقنا بنشوف اعلى ان، فاعلى هنا 2s و 2p، فبالتالي انت عندك ايه؟ خمس الكترونات، اتنين اهم وتلاتة اهم. يبقى كده في عندك خمس الكترونات موجودين في ايه؟ في الفالنس الكترونز بتوعه. جميل، فبالتالي هو عشان يوصل للاوكتت رول عايز تلات الكترونات. طيب ايه اللي يحصل؟ هو خد بالك انت عندك هنا N2، يعني 2 اتومز اوف نيتروجين، كل ان فيهم عايز لها تلات الكترونات، فيعملوا ايه؟ فيعملوا الشير ب 3 الكترونز، فيبقى بالشكل ده. ادي الان اهو عاملينها على شكل لويس، فانه حواليها خمس نقط. اوكي، ليه خمس نقط؟ عشان الفالنس الكترون بتوع بخمسة. اوكي، الناحية التانية برضو ان وخمس نقط. ايه اللي يحصل بقى؟ قال لك خلاص كل واحدة فيهم تعمل شير بايه؟ ب 3 الكترونز، فتبقى بالشكل ده. يعني لو جيت بصيت على النيتروجينة دي مثلا هتلاقي ايه؟ كل ده حواليها اهو، فادي ستة واتنين تمانية. طب ولا النيتروجينة دي لو جيت بصيت حواليها هتلاقي بالشكل ده، فبرضو ايه؟ ادي ستة واتنين تمانية. تمام، التلات الكترونات اللي هم عملوا بيها الشير دي تعمل حاجة اسمها تريبل بوند، اهي اللي هي تلات بوندات تحت بعض كده. جميل، وهنعرف في الجزء التاني ان شاء الله من الفيديو اصلا التريبل بوند دي حصلت ليه او ايه اللي حصل فيها. تمام. طيب ناخد مثال كمان. بيقول لك ايه؟ الفورميشن بتاع ال OH بوند في ال H2O. عندك في ال H2O اول حاجه الهيدروجين، الهيدروجين 1s 1 مفيهوش حاجه تاني، هو اصلا مفيهوش غير الكترون واحد. طيب الاكسجين 1s2 2s2 2p4. معنى كده ان الهيدروجين محتاج الكترون واحد بس. ايه يا مستر انت مش قلت اوكتت يعني المفروض يوصل ل 8 وبتاع؟ ايوه بس قلت لك في اكسبشنز، ومن ضمن الاكسبشنز كان الهيدروجين يوصل ل 2 هو كده بقى زي الفل، فهو محتاج الكترون واحد بس. طيب الاكسجين في الفالنس الكترون محتاج اشوف اكبر ان، فاكبر ان عنده فيه 2s و 2p، فبالتالي هنا اتنين واربعة يبقى كده ستة. يعني معنى كده ان الفالنس الكترون بتاعت الاكسجين هما ستة، هما الموجودين في الاوتر شيلد. طيب يبقى معنى كده محتاج كام؟ يبقى هو كده محتاج اتنين، محتاج الكترونين عشان يوصل للاوكتت رول. جميل، وكل هيدروجين محتاجة واحدة، وخد بالك ان الموليكيول اسمه H2O. فايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل ان انت عندك اتنين اتش وادي او هي اهي، وحواليها في ست الكترونز زي ما اتفقنا، فادي الاو تتحط في النص كده. ماشي، وعندك يمينها وشمالها هيدروجينة، كل هيدروجين عملت شير بإلكترون، والأكسجين عملت شير معاهم بإلكترون برضو هنا وإلكترون هنا، فبالتالي بقى حوالين الأكسجينة 8 إلكترونات، وحوالين كل هيدروجينة إلكترونين. ادي إلكترونين اهو وإلكترونين اهو. ماشي، وطبعا النقطتين دول هما التو إلكترونز اللي معمول بيهم شير دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا بوند، فبقى عندك تو كوفالنت بوند، وده بيبقى شكل المولكيول بتاع الووتر. تمام، فهي دي الفكرة ماشية بالمنطق ده.
طيب هل النظريه دي حلوه؟ اوكي، هي كويسه بس فيها ليميتيشنز كتير. ايه الليميتيشنز اللي فيها؟ الليميتيشنز اللي هي زي الديس ادفانتجز، اللي هي الحاجات اللي هي العيوب يعني. طيب، ايه العيوب اللي فيها؟ هي اول حاجه هقول لك ان هي ما فسرتش كل المولكيولز، في مولكيولز ما عرفتش تفسرها. زي ايه؟ زي البورون ترايفلورايد. ليه؟ لان البورون هيكون حواليه 6 الكترونات بس، ده هتشوفه دلوقتي. وعندك كمان الفوسفورس بنتاكلورايد البي سي ال 5، وعندك السلفر هيكسا فلورايد. تمام. طيب تعال نشوف كل واحده فيهم ونشوف ايه الفكره فيهم. فادي مثلا البورون ترايفلورايد، هتلاقي ايه؟ ادي البورون اهي، البورون حواليها دول بس. طبعا كل بوند ب2 الكترونز، يعني هو حواليها 3 بوندز، يعني كده حواليها 6 الكترونات بس. فبالتالي هي كده ما وصلتش الاوكتت رول، ومع ذلك هي ستيبل. بس يعني هي بس الاوكتت رول بس ما وضحتهاش. تمام. طيب هتقول لي مثلا الفلورين، الفلورين تمام مفيش مشكله في الفلورين، هو مشكلتك هنا في البورون نفسه. طيب مثلا في البي سي ال 5، لو جيت تشوف الفوسفورس حواليه كام، فهو حواليه 5 بونز. من حواليه 5 بونز، فبالتالي هو كده حواليه 10 الكترونز. وانت بس قلت لي اوكتت رول، يعني المفروض يبقى 8. طيب، فبالتالي دي برضو ايه؟ ما وضحتش. طب في السلفر هيكسا فلورايد، عندك حواليها في 6 بونز، يعني في 12 الكترون. فبالتالي برضو دي ما فسرتهاش. يبقى معنى كده ان مش كل المولكيولز هتمشي على حسب الاوكتت رول، في حاجات تانية مش هتمشي على حسبها. وعشان كده الاوكتت رول ما كانتش موضحه الحته دي قوي. طيب، ايه تاني؟ قالك هي كمان مش هتنفع مع اي مولكيول في odd number of valence electrons. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا عندك نيتريك اوكسايد، يعني عندك اتوم من النيتروجين واتوم من الاكسجين. النيتروجين الفالنس الكترون بتوعه هيبقوا 5، عرفنا منين؟ 2s2 و 2b3، فكده 5. طب والاكسجين 6، 2s2 و 2b4، فبالتالي 6. 5 plus 6 equal 11، وال11 ده odd، فهتلاقي ان المولكيول ده مش هيمشي عليه الاوكتت رول. طيب عندك كلورين دايوكسيد ClO2، الكلورين عنده 7 فالنس الكترون، عرفنا منين؟ شوف اعلى ان عندك هنا 3، فعندك 3s2 و 3b5، يبقى عندك هنا 7 فالنس الكترونز. طب والاكسجين، الاكسجين عنده 6، بس عندك هنا 2 اتومز اوف اكسجين، فبالتالي يبقى كان عندك 12 و7 19، فبالتالي برضه ده اود نمبر، فبالتالي مش هتلاقي ان الاوكتت رول دي ماشيه عليه. طيب ايه كمان؟ هي اتعاملت مع الكوفالنت بوند ان هي عباره عن بير اوف شيل الكترون وخلاص، خلصت على كده. تمام. فبالتالي في حاجات ما وضحتهاش، زي مثلا السبيشال جيومتري بتاع الموليكيول اللي هو الاتجاه الفراغي، وكمان البوند انجلز اللي هتبقى في الموليكيولز، يعني مش هيوضح لك الزوايا ولا الشكل الفراغي للموليكيول ده. وعشان كده الاوكتت رول دي ما كانتش انجح حاجه. تمام. انا مقسم الفيديو على مرتين، الجزء التاني ان شاء الله هنشرح تاني نظريه، اما الجزء ده فهو الاوكتت رول وهنتدرب على لويس. في عندك رولز عشان تمشي، عشان تعرف تعمل لويس لاي مولكيول او ايون. تمام. بس شرط يكون فيها سنجل سنترال اتوم، يعني فيها ذره واحده بس في النص. تمام. ولا اخفيكم سرا، هو حاليا وانا بسجل فيديو طلع قرار ان الرولز دي هتبقى بس مجرد الاطلاع فقط، فاحنا هنقراها وهنحل عادي، بس برضو ايه يعني هنبص عليها بس واحنا بنتكلم. طيب، فايه هي الرولز اللي عندك؟ اول حاجه تعرف الفالنس الكترون، والفالنس الكترون بتاعت الاتومز كلها اللي في المولكيول هتقول عليها سيمبل A. ولو انت بتتكلم على ايون ولقيت ان فوق في نيجاتيف تشارج بتزود الكترونات فيها. طيب لو لقيت فوق بوزيتيف تشارج بتشيل الكترونات منها. جميل. ادي اول حاجه. تاني حاجه بيقول لك ان انت تعمل كالكوليت النمبر اوف الكترون نيدد، بمعنى احنا متفقين ان كل الذرات محتاجه 8 الكترونات عشان ايه؟ تبقى كده ستيبل. ما عدا، قلنا ما عدا الهيدروجين، وكم كام اتوم معاه تاني؟ دلوقتي اهم حاجه عندك الهيدروجين. تمام. طيب فالهيدروجين عندك هنا لو لقيته تحط 2 بس. طيب ايه كمان؟ طبعا دي هتخليها اسمها بي. فلو انت عايز تجيب النمبر اوف شيلد الكترون اللي احنا هنسميها سي، هتبقى بي ماينس الاي. البي اللي هي الالكترون نيدد كلها، والاي اللي هي الفالنس الكترونز كلها، تجيب منها السي. تمام. طيب عايز تجيب البونز، هتبقى سي اوفر 2، سي اللي انت لسه جايبها اللي هي شيلد الكترون. طيب عايز تجيب اللون بير، A ماينس السي اوفر 2. تمام. بعد كده ارسم السنترال اتوم، والسنترال اتوم دي اللي هي بتكون بالنسبه لك هي اللي بتقدر تعمل اكبر عدد من الكوفالنت بوند. ماشي.
وتحط بعد كده باقي الاتومز حواليها، وبعد كده تبدا توزع اللون بير. طيب تعالى كده نفهم اكتر في مثلا اكزامبل. مثلا عندك نيتروجين تراي فلورايد، يعني عندك ال N ب7 والفلوراين ب9. تعمل ايه؟ اول حاجه تجيب الفالنس الكترون. الفالنس الكترون نيتروجين لو جينا وزعناه هنقول 2 5 حتى بتوزيع اعدادي، معنى كده الفالنس الكترون بتوعه هيبقوا ايه؟ هيبقوا 5. فنحط ال5 اهو بلس. عندك 3 اتومز من الفلوراين، والفلوراين الواحده اصلا لو جينا وزعناها هتلاقي 2 7، فبالتالي هو الفالنس الكترون بتوعه 7، فهتقول كده 7 تايمز 3. ماشي، يبقى عندك 5 بلس 7 تايمز 3 equal 26، ودي كده الايه. تمام. طيب بعد كده هات الالكترون نيدد، دول كلهم ما فيهمش هيدروجين، فبالتالي كلهم بيوصلوا ل 8. انت عندك 4 اتومز، يبقى ممكن تقول 4 تايمز 8، او تقسمها لو انت عايز تقسمها كل اليمنت لوحده، فتقول 1 تايمز 8 بلس 3 تايمز 8، اللي هو النيتروجين لوحده والفلورين لوحده، تطلع معاك ايه؟ 32. ودي كده البي. فلو انت عايز تجيب السي هتقول البي ماينس الاي. جميل، تطلع معاك ايه؟ تطلع معاك 6 الكترونز. طيب عايز تجيب الدي اللي هي البونز، هتبقى سي اوفر 2، يعني 6 اوفر 2 ايكوال 3 بونز. تمام. اخر حاجه الاي، A ماينس السي اوفر 2، يعني 26 ناقص 6 تطلع معاك 20. 20 على الاتنين فيها ال10، وخد بالك ان دي كده 10 بيرز، يعني في 10 لون بير اللي هم يعتبروا 20 الكترون. جميل. طب جيت ترسمها بقى هيطلع بالشكل ده. ادي النيتروجين اهي عامله 3 بونز اهي فعلا. تمام. وعندك النيتروجين عنده لون بير، ماشي، وكل واحده من الفلوراين عندها 3 لون بير، فبالتالي 3 لون بير يبقى عندك هنا 9، وادي واحده، يبقى كده فعلا عندك ايه؟ 10 لون بير. تمام. ده لو احنا هنمشيها قانون، لكن زي ما اتفقنا هي بقت الاطلاع فقط، فانت اهم حاجه عندك ان ترسم وخلاص. فانت هترسم لي النيتروجين، فالنيتروجين عندك هتلاقي ان اخرها الفالنس الكترون بتوعها 5، فبالتالي هي عندها 5 الكترونز حواليها. طب والفلوراين كل واحده هي محتاجه بس الكترون واحد، فبالتالي كل واحده من الفلوراين هتعمل لها بوند واحده بس، فيبقى عندك في الكترون هنا مع الكترون هنا، وفي الكترون هنا مع الكترون هنا، والكترون هنا مع الكترون هنا. هتلاقي ان في الكترونين هنا فري الكترونز اللي هو يبقى لون بير، هتحطهم فوق النيتروجين وخلصت على كده، مش محتاج تعمل كل الكلام ده دلوقتي، بس هي مجرد الاطلاع فقط زي ما قلنا. طيب في مثال تاني عندك اهو للنيتريت اين اللي هو NO2 نيجاتيف. انا هقول القوانين هنا بس لسبب، عشان بس تاخدوا بالكم من النقطه دي احتياطي مش اكتر. النيتروجين قلنا ب7 والاكسجين ب8، فبالتالي لو احنا عايزين نجيب التوتال فالنس الكترون اللي هي ايه، هنقول هنا النيتروجين 2 5، فبالتالي الفالنس الكترون بتوعه هيبقوا 5، يبقى هنا 5 زائد عندك 2 اكسجين، والاكسجين لو جينا وزعناه باعداد دي هنقول 2 6، فبالتالي الفالنس الكترون بتوعه ب6، وبعدين انت عندك 2 اتومز اوف اكسجين، يبقى هتقول 2 في 6، يبقى عندك كده 12، وهنا 5 يبقى 17. بس في حاجه انا قلتها، قلت لك ايه؟ لو لقيت التشارج بالنيجاتيف بتزود الكترون، فانت عندك هنا NO2 نيجاتيف، فبالتالي في عندك الكترون كمان زياده، فانت تبدا تزود الالكترون التاني اهو. تمام. فبالتالي يطلع معاك كله على بعضه 18. تمام. وهنا حتى بوضحك ان الالكترون الزياده ده بسبب النيجاتيف تشارج. طيب الالكترون نيدد، والله مثلا مفيش هنا هيدروجين، فبالتالي خلاص يبقى عندك هنا 3 في 3 اتومز، خلاص يبقى دول 3 تايمز 8 اللي هي او 1 تايمز 8 بلس 2 تايمز 8 هي تطلع معاك 24. تمام. طب الشيرد الكترون يبقى بي ماينس الاي، تطلع معاك 6 الكترونز. طب البونز سي اوفر 2 ايكوال معاك 3 بونز. طب اللون بير A ماينس سي اوفر 2 يبقى 18 ماينس 6 اوفر 2 تطلع معاك 6 بير اللي هي ايه؟ 12 الكترون. طب عايزين نرسمها هتلاقيها بالشكل ده. طب يا مستر حاجه زي كده انا اعرف ليه؟ اعرف ازاي ان في مثلا هنا دبل بوند وهنا بوند واحده؟ اعرفها منين؟ بص اقول لك على حاجه، في حاجات كده مشهوره زي مثلا النيتروجين لازم يعمل 3 بوندز مثلا ماشي، واغلب الاكسجين على فكره بيعمل 2 بوند، اغلب الاكسجين بيعمل 2 بوندز. تمام. طيب عندك حاجه زي كده هو NO2، يعني انت ما عندكش غير اتوم من النيتروجين و2 اتومز من الاكسجين، بما ان احنا كده مش هنستخدم القوانين دي بقى، طبعا مش هنستخدم القوانين، فهناخد بالنا من حاجه زي كده. النيتروجين لازم يعمل 3 بونز، جميل، والاكسجين عنده مقدره ان هو يعمل 2 بونز، ماشي، يعرف يعمل دبل بوند يعني، فبالتالي هو هيعمل دبل بوند مع اكسجين، والاكسجين التاني هيعمل معاه سنجل بوند عادي جدا. تمام. فهيطلع معاك بالشكل ده. بس دي كده كان تطبيق برضو تاني لللوس ستراكشر. طيب ناخد فكره كمان. عندك مثلا ايه البي سي ال 5 بي سي ال 3 سوري، البي ب 15 والسي ال ب 17، يعني لو عايزين نوزع اعدادي هنقول 2 8 5،
فبالتالي في 5 فالنس الكترونز. طب الكلوراين 17 يعني 2 8 7، فبالتالي في 7 فالنس الكترون. اوكي، يبقى لو احنا عايزين نجيب الايه بتاعتها هتبقى بالنسبه لنا 5 بلس 3 تايمز 7 equal 26. طيب لو انا عايز اجيب هنا لو انا عايز اجيب هنا الالكترون نيدد، فمفيش هنا هيدروجين، فبالتالي كلهم اخرهم يوصلوا ل8، فيبقى 4 تايمز 8 equal 32. تمام. عايز اجيب السي هتبقى بي ماينس الاي، يبقى 32 ماينس 26 equal 6 الكترون. عايز تجيب الدي يبقى 6 اوفر 2، يبقى 3 بونز. وعايز تجيب الاي يبقى بالنسبه لك 20 اوفر 2 equal 10 بيرز. طيب عايز تشوف شكلها عامل ازاي، او بقى احنا زي ما اتفقنا مفيش قوانين، فبالتالي الفوسفورس هو 15 زي ما اتفقنا فيه 5 فالنس الكترون. فلو جينا رسمنا هنقول في نقطه هنا وفي نقطه هنا وفي نقطه هنا، ونحط نقطتين هنا. ماشي. كل اتوم من الكلوراين عايزين الكترون واحد بس ان هم يعملوا شير بي، فبالتالي ادي الكترون هنا والكترون هنا والكترون هنا، يبقى الفوسفورس كده عمل 3 بونز. ماشي، عمل 3 بونز اهو، وفي عنده لون بير. جميل. وفعلا القانون كان صح، لان هو بيقول لك في 10 بيرز، فانت عندك كل الكلوراين عندها اصلا 3 بيرز، يبقى عندك كده 9 بيرز، وكمان في بير هنا، يبقى كده 10 بيرز كلهم على بعضهم. بس يبقى كده فعلا ايه، احنا ماشيينها حتى لو ماشيها قانون، فالقانون اهو قدامك، بس ده هيبقى القرايه فقط. لو عايز تعرفها كرسم مشيت ازاي، فزي ما قلت لك انت بتعمل السنترال اتوم دي، بتبدا انت تعملها وتحط الالكترونز حواليها زي طريقه لويس زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، وتبدا تشوف هو الاتومز اللي معاها دي محتاجه كام الكترون عشان تعمل بيشير، وتشوف اصلا الفالنس الكترون بتاعتك هنا كام، وهكذا. جميل. طيب ناخد مثلا اخر مثال معانا، وهو الميثان اللي هو CH4. هناخدها قوانين وناخدها عادي، نعمل الاتنين عادي. هنا عندك كربون، فالكربون يعني لو جينا وزعناه باعدادي 2 4، يبقى بالتالي فيه 4 فالنس الكترونز. الهيدروجين كده كده ما فيهوش غير واحد بس، فهو كده كده ما فيهوش غير فالنس الكترون واحد بس. جميل. يبقى عندك الفالنس الكترون هنا 4 بلس 4 تايمز 1، لان انت عندك 4 اتومز من الهيدروجين، فبالتالي يبقى كده 8 الكترون. طيب بعد كده عندك الالكترون نيدد، وخد بالك من حاجه هنا، الهيدروجين من الاكسبشنز، فبالتالي هو اخره يوصل ل 2. جميل. فهنا هنقول 4 تايمز 2، وهنا عندك الكربون اتوم عاديه، فبالتالي 1 تايمز 8، يبقى كلهم ايكوال 16. طيب بعد كده عايز تجيب السي هتبقى بي ماينس الاي، يعني 16 ماينس 8 ايكوال 8. وبعد كده عايز تجيب الدي تبقى سي اوفر 2، يعني 8 اوفر 2 ايكوال معاك 4 بونز. واللون بير هتبقى بالنسبه لك A ماينس C اوفر 2، يعني 8 ماينس 8 اوفر 2، فهي ايكوال 0 بيرز، يعني معنى كده مفيش اصلا لون بير. فلو جيت بصيت على الرسمه بتاعتك، فهتلاقي فعلا ان عندك السي وادي 4 اتشات، السي عندها زي ما اتفقنا 4 فالنس الكترونز، فبالتالي في 4 الكترونات حواليها، او 4 دوتس يعني حواليها. ماشي. والهيدروجين كل واحده فعلا عايزه، بس اصلا ما معهاش غير الكترون واحد، وعايزه تعمل شير بي، فادي فعلا كل واحده هتلاقي عندها الالكترون بتاعها. ولو جينا بصينا فالهيدروجين اخره 2 عشان يبقى ستيبل، فعنده الاتنين اهو، لان زي ما اتفقنا البوند عباره عن 2 الكترونز. والكربون اللي محتاج 8 الكترونز، فلو جيت بصيت عليه هتلاقي حواليه 4 بونز، وزي ما اتفقنا كل بوند فيها 2 الكترونز، فبالتالي هو حواليه 8 الكترونز، فبالتالي هو ستيبل، يبقى المولكيول ده تمام مفيهوش اي حاجه. تمام. ونركز اول في المولكيول ده، لان المولكيول ده هو اللي هنبدا بيه الجزء الثاني من الفيديو، واللي هي النظريه الثانيه اللي هي الفي بي تي، اللي فالنس بوند ثيوري. وده هنبدا اصلا الكومباوند ده هو السبب اللي احنا هنتكلم عليه في باقي الفيديو ان شاء الله في بارت 2، فاستنوه ان شاء الله ينزل على طول.